ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. كان المفروض ان انا اسجل يعني من بدري، ولكن حصل لنا ظروف. فالحمد لله. المره اللي فاتت خدنا الضمير، وقلت لك ضمير فاعل، ضمير مفعول، وضمير صفه. وقلت لك كل انواع الضمائر. قلت لك يعني ايه صفه، ان صفه بتصف الاسم، وممكن عادي الاسم يجي قبلها بس لازم ينفصل فيرب تو بي. قلت لك الناون وانواع الناون اللي هو الاسم. قلت لك الفعل ان هو بيكون الفيرب بيكون auxiliary ومين وموديل. وقلت لك ان الفعل الموديل ممكن يكون مين لو فهمت الجملة، او هو اوريدي كان فعل اساسي في الجملة ما كانش معاه فعل موديل. اتكلمنا عن كل حاجة. النهاردة هناخد ان شاء الله الادفيرب. قالك الادفيرب ده اللي هو ايه؟ اللي هو ظرف او الحال. الظرف او الحال ده قالك ان هو بيصف describe، تمام، فعل او صفة او ظرف زيه. يعني لما اقول مثلا he swims fast، هنا الفيرب طبعا احنا حاطين اس عشان الايه؟ السبجكت مفرد. هنا الفاست اللي هو الادفيرب عمل ايه؟ وصف لي الفعل، تمام. وبرضو في ظرف بيصف ظرف زيه او بيصف صفة. احنا لما اخدنا الصفة قلت لك ان الصفة بتصف noun او pronoun، لكن الظرف لا، الظرف بيصف فعل او بيصف صفة او بيصف ظرف زيه. طيب اكيد للظرف ده انواع، تمام. قالك ان اول نوع معايا هو اسمه ظروف الطريقة، اللي هو manner، quickly، او happily. كده ظروف الطريقة. ظرف الدرجة ده اللي هو degree، تمام، بيوضح مدى حدوث أو درجة حدوث الفعل. زي مثلا very أو to، اللي هو مثلا لما اجي اقول he is very، هو المشكلة ان التاب بتاعي الشاشة بتاعته اصلا بايظة، فانا بحاول، هو متعب للغاية، فانا جبت very عشان اصف مدى او درجة حدوث الفعل. تو لما اجي اقول مثلا اكثر من اللازم، ف adverb of a degree ده اللي هو بيكون ظرف الدرجة، اللي هو اصلا بيقول لي مدى او درجة حدوث الفعل، تمام. الظرف التاني اسمه ظرف الطريقة اللي هو manner، تمام. ده قالك ان هو حدوث، ده طريقة حدوث الفعل. يعني الفعل حصل ازاي؟ لما اقول مثلا هو يجري بسرعة، تمام، he runs quickly.
هي بتجري بسرعة، يبقى انا كده ظرف الطريقة. ظرف الدرجة ده ظروف التكرار اللي هو بيكون مثلا دايما، مفيش يعني مش قوي، احيانا. يعني لما اقول مثلا sometimes او never، ده كده اسمه ظرف التكرار. طيب، قالك ظروف الطريقة اللي احنا قلنا عليها هي بتوضح كيفية حدوث الفعل. طيب، قالك ان نضع للصفة في صفات بمجرد نحط لها الواي اصبحت ظرف. يعني مثلا لما اقول مثلا كويك، هي حاليا صفة، اما احط لها تبقى كويكلي اللي هي اصبحت صفة. باد بقت بادلي، وهكذا. تمام. قالك ان احنا عندنا ظروف شاذة، يعني مش كل حاجة احط لها ال واي، او كل حاجة اخرها ال واي يبقى كده ايه، يبقى كده يعني يبقى كده ظرف. قالك لا، احنا عندنا في حاجات تمام شاذة، زي مثلا جود تكون ويل. عندنا مثلا fast بتفضل زي ما هي. عندنا مثلا hard برضو بتفضل في حالة الظرف، بتفضل زي ما هي برضو. تمام، وهكذا. طيب، قالك ان احنا عندنا الصفة تمام او الظرف بيكون already، يعني هو اصلا الصفة بتساوي الظرف في الحالة دي. يعني مثلا لما اقول ايه، لما اقول مثلا اني هي هنا مبكرا، واخدين بالكم من دي؟ ويكلي اللي هو اسبوعيا، كل اسبوع يعني. ديلي اللي هو يوميا، اللي هو كل يوم، وهكذا. تمام. قالك ان عندنا في نوع تاني برضو، ان هو بيكون الصفة اخرها الواي. تمام، هي اوريدي بتكون صفة اخرها الواي، وتحويلها لظرف بعمل ايه؟ في صفات تمام بتكون اخرها الواي، ومع ذلك تمام يعني في كلمات بيكون اخرها الواي وهي صفات وما تنفعش ابدا تيجي ظرف. يعني مثلا ما اقول لولي اللي هو وحيدا، حاجة بص الاقي ان هي اخرها ديت كده، يعني اخرها نهاية الظرف. تمام، وهي اوريدي من الظرف وما تنفعش تيجي ظرف. لما اقول مثلا سيلي اللي هو مثلا ايه كثيف. تمام، او مثلا لما اقول ايه اللي هو قبيح، كل ده كده صفات معايا. طيب، قالك ان آه تعال اديك مثال على اللي هي الصفات دي. لما اقول مثلا he is a friendly man، هنمسح بس بسرعة. he is حاجة بص الاقي ان friendly ده وصفت لي man معايا، فهي man noun عادي، يبقى هي هنا adjective مش adverb. تمام. تمام. قالك ان احنا عندنا ظرف الدرجة، اللي انا قلت لك ان ظرف الدرجة ده بيوضح
درجة الصفة او الظرف. تمام، درجة حدوث الظرف او الصفة او كده يعني. طيب قالك ان احنا عندنا صفة عادية وصفة قوية. الصفة العادية اللي هي بتكون عادية، يعني مثلا لما اقول very دي كده صفة عادية، لكن لما اقول مثلا really كده صفة قوية. تمام، فقالك ان الصفة العادية اللي هي، معلش يا شباب معلش، ده ظرف وده برضه ظرف، ده كده الظرف ده بيتحط امام الصفات العادية، لكن ده بيتحط قدام الصفات القوية. يعني مثلا لما اقول مثلا ايه صفة عادية زي مثلا bad، انا بقالي 3 ايام منامش او 4 حرفيا، فمش عارفة. فالظرف اللي هحطه قدامها very، مش هينفع يعني اقول very bad، فاهمين؟ ما اقولش really. لكن really مثلا لما بيكون صفة قوية زي مثلا لما اقول ايه لما اقول مثلا صفة قوية زي مثلا ايه treble، يبقى انا خدت هنا ان انا عندي الظرف يصف verb او adjective او adverb زيه. قلت لك ان احنا عندنا 5 انواع من الظروف. اول نوع ظرف الطريقة اللي هو المنر. تمام، بيوصف لي ازاي الفيرب ده حصل، تمام، او حدوث الفيرب، تمام، طريقة حدوث الفعل. لما اقول مثلا quickly happily كده. قالك عندنا نوع تاني اسمه ظرف الدرجة، وده اللي هو تجري، اللي هو completely quiet، الحاجات دي كلها. ظروف الزمان اللي هو tomorrow yesterday وهكذا. ظرف المكان اللي هو outside مثلا. ظروف التكرار اللي هو usually sometimes always، الحاجات دي كلها. قالك ظرف الطريقة بيوضح كيفية او طريقة حدوث الفعل. قلت لك ان في حاجات بتكون اصلا صفة بمجرد نحط لها ال واي، او كلمة منون بمجرد نحط لها ال واي تكون ظرف عادي. وفي شواذ زي مثلا fast تفضل fast زي ما هي. مثلا لما مثلا نقول good تبقى well، fast اللي هي سريع تبقى بسرعة، وهكذا. طيب قالك ان احنا عندنا الصفة بتساوي الظرف. لما اقول مثلا quickly سوري، لما اقول مثلا daily او weekly او months او الحاجات او monthly او الحاجات دي كلها، دي اللي هي ظروف. قالك في صفات اخرها اللي واي ومستحيل تبقى صفة. قال لما اقول مثلا احط قدامها حاجة او اخرها حاجة، ودي مش شغلنا. تمام. طيب لو احنا مثلا عايزين مثلا ايه عندنا مثلا قلت لك ان احنا عندنا صفات زي الصفة العادية اللي هي مثلا big bad، اي صفة عادية happy blessed، الحاجات دي كلها. تمام. لو انا عايز اخليها ظرف هحط قدامها حاجات زي مثلا لما اقول ايه very minty to really، الحاجات دي كلها صفة عادية. لكن الصفات القوية ممكن احط مثلا totally completely، الحاجات دي كلها. الصفة القوية زي مثلا ايه اي حاجة قوية truly highly awfully، الحاجات دي كلها حاجات قوية. كده احنا خدنا كل حاجة اللي هي parts of speech، اللي هي noun adjective adverb، كل حاجة. ما عندناش بس اللي حاجة اسمها اللي هي بتكون الادوات conjunction، واللي هي بتكون الادوات التعجب دي. بس عشان بس الموضوع مش مستاهل مثلا ان انا اعمل لكم فيديو تاني مخصوص، فانا هحاول ان انا اختصرهم واقولهم لكم. تمام. احنا عندنا مثلا حاجه اسمها conjunction، ده اللي هي بتكون روابط اسمها منه فيه. يعني ايه؟ يعني روابط، يعني بيربط بين حاجه. قالك ان الروابط ديت ممكن تربط بين كلمات، او ممكن تربط بين عبارات، او ممكن تكون بتربط بين جمل. بس الكونجكشن ده هي انواع منها، بس انا مش هقولكوا عليها. يعني احنا عندنا مثلا في انواع الجمل عندنا فريز، وعندنا مثلا اللي هو الكومباوند كومبلكس، ده كل ديت اللي هي انواع جمل. فالكونجكشن ده بتكون برضو نوعين. تمام. بس انا مش هقولكوا عليهم، احنا بس عايزين نعرفهم.
تمام. احنا عندنا حاجة اسمها فان بويز، وده اللي هي بتكون for and nor but or yet so. وكل الروابط دول حاجة، تمام، ودول حاجة تانية. من اللي بحب الحتة دي فانا هقول لكم عليه. دول كده اسمهم compound complex. يعني دول كده اما بتربطوا بين جملتين انا بسمي الجملة اللي قدامي compound complex، compound بس، تمام، compound بس. وفي انواع بقى اللي هي الجمل التانية اللي هي بتكون مثلا ايه، when مثلا، when او where او مثلا before. الحاجات دي كلها ما عدا اللي انا كتبت لكم عليه دول كلهم كده، تمام، ده اللي هو بيكون ايه complex sentence. طيب لو في رابطين في الجمله بسمي الجمله compound complex. يعني عندنا مثلا when، where، before. عندنا مثلا، وعندنا مثلا that، which. كل ده روابط، تمام. لسه عندنا اللي هي جرماير اللي هو بتكون مثلا ايه الارتكل بقى اللي هو او ان وذا وكده. ان شاء الله ده لازم يكون فيديو كامل. بس كده، سلام.